الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إذن يمكن أن نضيف فصلا على ما ذكره الإمام الأبهري فيما يتعلق بالتعريف. ما هي شروط التعريف أو شروط الحدود؟ عادة يذكر العلماء مجموعة من الشروط حتى يكون التعريف سليما، منها ما يتعلق بموضوع التعريف، ومنها ما يتعلق بلفظه. عادة يشترطون في التعريف من حيث الموضوع شرطين اثنين، وهما أن يكون جامعا مانعا. شروط التعريف، شروط التعريف عندكم شروط في الموضوع وشروط في اللفظ. شروط في الموضوع شرطان اثنان فقط، وهما أن يكون الشروط في الموضوع شرطان: أن يكون التعريف جامعا، وأن يكون مانعا. هذان هما الشرطان الأساسيان، لأن ما دمنا نعرف لابد أن يكون التعريف كاملا. ما معنى كاملا؟ أي لا يفوت أي فرد من الأفراد. ومانعا أي يمنع من دخول أي فرد أجنبي وغريب، لابد أن نخرجه. فالجامع أي أن يكون كالسور، يمثل كالسور الذي يدخل كل الأفراد. فحينما نعرف مثل الإنسان هو الحيوان الناطق، هذا جامع مانع أم لا؟ الحيوان الناطق، الإنسان هو الحيوان الناطق، هذا جامع. ايش معنى جامع؟ أي لا يخرج أي فرد من أفراده، ما خرجناش نوع من الإنسان، فهمتوا؟ ليس حيوانا ناطقا. ومانع أي يمنع من دخول ما ليس من الإنسان وفي هذا الوصف. لكن طبعا ما تنسوش هذا في الأشياء التي يتفق فيها الناس. لما كندخلوا ما يختلف فيها الناس كنقولوا الإنسان حيوان ناطق. الإنسان حيوان ناطق، هل هذا مانع أم ليس بمانع؟ كنجيو كعقيدتنا كمسلمين غير مانع، لأن الملائكة حيوان ناطق. في الحيوان ولا ما فيهاش؟ فيها نطق ولا ما فيهاش؟ الجن داخل ولا مش داخل؟ لكن حنا كيقول الحيوانات ما تنساوش قلنا ما يتفق فيه العقلاء، أما ما يختلفون فيه في عقائدهم. فإذا كنا ما يتفق فيه الناس الإنسان والحيوانات نقول جامع مانع. بينما لو قلت لك عرف لي الإنسان فقلت لي هو الحيوان، هل هذا جامع أو مانع أو ليس بجامع وليس بمانع؟ هو جامع، أن كل إنسان حيوان، لكن ليس مانعا، لأنه لا يمنع من دخول الأسد لأنه حيوان، ولا يمنع من دخول الزرافة هي حيوان. فهو جامع لكنه ليس بمانع. واضح؟ لو قلنا مثلا الإنسان هو الجسم النامي، جامع أم ليس جامع؟ جامع أم ليس جامع؟ جامع، أن كل إنسان جسم نام. لكن هل هو مانع؟ ليس بمانع. انتبه. أعطوني الآن ليس بمانع، عفوا جامع، ليس جامعا ومانع. ها؟ الإنسان ناطق مانع. لماذا ليس جامع؟
ناطق ماشي. ناطق ماشي. وش رأيكم؟ ناطق فيه مانع. لماذا ليس جامع؟ لا، الإنسان ماشي كعرض، كخاصة والله عرض عام، صح؟ فهذا جامع لكنه ليس مانعا، صح؟ جامع لكن ليس مانع، لا يخرج غيره غير الإنسان من الماشي، صح؟ فيشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا. طب قل الآن على تعريف الذي طلبته منكم، أعطوني تعريف جامع مانع للملائكة بحيث لا تشترك مع غيرها ولا يدخل معها غيره. نحاول نجيب الجنس القريب مع الفصل القريب. إذن الجنس القريب في الملائكة حيوان، هذا ما اختلفوش فيه عنصر الحياة. ناطق تشارك الإنسان فليس مانعا. حيوان نوراني، حيوان نوراني. نوراني هذا فصل قريب؟ ليس فصلا قريبا. فالقمر جسم نوراني فيه النور. إذن هل هذا حد تام أم ناقص؟ ناقص. حد لأن فيه الجنس القريب وهو الحيوان، لكن منور أو منير أو خلق من نور هذا عرض خاص ولا خاصة؟ خاصة، لأن هذا الوصف تمتاز به الملائكة عن غيرها، صح؟ تمتاز به الملائكة عن غيرها. الجن مخلوق من نار والإنس من تراب. إذن كعرفنا هنا، هل هذا حد تام ولا ناقص؟ حد ناقص. على ما نقدر نجيبه حد تام؟ بصعوبته، بصعوبته. اسمحنا ذلك الملائكة ماذا نعرف عنها إلا ما علمنا الله عنها؟ فقد يكون هناك وصف لها يقرب لك نحن لا نعلمه. ألا لا يرى؟ ألا يراها الله؟ ألم يراها الأنبياء؟ ألا يرى بعضهم بعضا؟ كي نزيدوا البشر زدنا طولنا، زدنا دورنا. كي نزيدوا البشر لا يراها إلا البشر، يعترض عليك الأنبياء يرونهم وبعض الصحابة يرى الملائكة. يا أخي هذاك الصحابي يا ربي ما اسمه، الذي ابتلي بالفالج، يعني كان عنده كما نقولوا الفالج يعني شلل كامل، كان يرى الملائكة وصار لا يراه لما اكتوى. كي قال له خوه نديروا لك نكويو لك هذيك لعلك تمشي، لما اكتوى صار للملائكة قالوا إني أقول لك شيء ولا تخبر به غيري. وفي مسلم الصحيح كان يرى الملائكة. الأنبياء كذلك لا يعصون الله ما أمر، صح؟ فلاحظوا إذن تعريف ماشي كان خصائص الشيء في ذاته لا يعلمه إلا الله. احنا نتعامل مع بعض الظواهر، بعض الظواهر تكون قريبة جدا وبعضها هي التي نعرفها لكنها بعيدة جدا، ومن ثم التعاريف يعني يقرب بها قدر المستطاع. لكن الأصل التعريف ينبغي أن يكون جامع وأن يكون مانع، بحيث كي يكون جامع مانع لا يشترط أن يكون بالجنس القريب والبعيد، لا، هذا أمر زائد. نجيب أوصاف لكن تحيط المعرف بحيث لا يخرج بعض الأفراد ولا يدخل أفراد آخرون، أو كما يقول بعضهم أن يكون مضطردا منعكسا. مضطردا منعكسا، منعكس يعني جامع، ومضطرد يعني مانع. هذا يقال هنا التعبير عن تعريف الملائكة يقصر، يعني يحتاج إلى تعريفه بالرأس. نعم قد يكون هذا، لكن احنا جبنا حد تام الحمد لله. كي جبنا حيوان خفت علينا شوي، أنه أتينا بالجنس القريب خفت علينا شوي، لكن ربما انتقلنا لغيره يصعب علينا. انتبهت؟ إذن من شروط التعريف من حيث موضوعه معناه لابد أن يكون جامعا، يعني يشمل كل الأفراد، مانعا أي يمنع من دخول غير تلك الأفراد.
أما الشروط اللفظية فيشترط في لفظ التعريف أن يكون أجلى من المعرف، أن يكون التعريف أجلى من المعرف. ما معنى أجلى؟ أي أوضح، أن يكون أوضح، لأن القصد بالتعريف ما هو؟ توضيح الشيء. فلما أنت يكون اللفظ أجلى في أذهان الناس من التركيبة التي ذكرتها لنا ما أفدتنا، لم تأتنا بالقول الشارح، لأن هذا صار أخفى، صرنا نبحث عن شيء آخر. يقول لك عرف لي الملائكة، تقول الملائكة مخلوقات كروبية. كروبية وهذا من ألفاظ الملائكة أنها كروبية، هي أقسام كالكروبية. فهذا أنت شرحت لي بالأوضح ولا بالأصعب؟ بالأصعب. من عيوب التعريف أن يذكر تعريف أصعب أو مساوي، المفروض أن يكون بأجلى أوضح. من شروطه كذلك أن يكون خاليا من الألفاظ المجازية، أن يكون خاليا من الألفاظ المجازية، إلا إذا اقترن بقرينة صارفة عن المعنى المجازي، أو عفوا قرينة مبينة للمعنى المجازي. إذن من عيوب التعريف أن يكون فيه لفظ مجازي إلا مع القرينة التي تعين المراد منه. أو إلا إذا كان اللفظ المجازي صار مشتهرا فناب عن الحقيقة، فمثلا كي نقول لكم والله التقيت مع فلان في القهوة. القهوة هي شراب، كيف التقيت به فيه؟ لا، ولا يطلق على مكان شرب القهوة، فصار كالحقيقة الاصطلاحية. القرينة التي تعين المعنى، أو أن يشتهر المجاز بحيث يصير حقيقة يعني عرفية، حقيقة وضعية. كالقهوة الآن موضع شرب القهوة، مكان الذي يجتمع فيه الناس لشرب القهوة. التقيت مع فلان في القهوة، وين تلاقيته؟ في القهوة في الفنجان؟ لا، هذا ولا عرف، ولا يطلق على المكان. ألا يشتمل التعريف على دور يعني أن يتوقف فهم هذا اللفظ على ما قبله. فمثلا من التعاريف المشتهرة للعلم يقولون هو إدراك المعلوم على ما هو عليه. إيه، أنا أقول لك عرف لي العلم، إدراك المعلوم المادة اللفظية من العلم. فحتى أدرك المعلوم لازم نفهم العلم، لأن معلوم اسم مفعول من العلم. فهمتوا؟ ولا مثلا يقول لك مع عرفنا القياس الحاق، هذه سهلة. الأخرى القياس إلقاء الحاق معلوم بمجهول اشتراكهما في العلة. وش هو المعلوم وش هو المجهول هنا؟ انتبهتوا؟ فأضطر نقول لك لا، المعلوم هنا يعني المقيس عليه، والمجهول هو المقيس له لنحوس على حكمه. هل وضحت لي التعريف ولا نحتاج أن نشرح التعريف؟ هذا من عيوب التعريف. لازم يكون تعريف ماذا؟ واضحا، لا يحتاج أن يترتب أحدهما على الآخر. فكما قلت لكم من تعريف العلم، مع أنه عرفه إمام كبير وهو الإمام الباقلاني رحمه الله، لكن عرف العلم كذا: إدراك المعلوم على ما هو عليه. فقالوا المعلوم هذا دور، لكن هو يقصد المعلوم يعني الشيء الذي أدركناه. لذلك بعد كي غيروا التعريف وش قالوا إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، وزادوا له بدليل حتى نرتقي إلى القطعية. لكن تعريف عند الباقلاني كان هكذا: إدراك المعلوم، فكان يقصد المعلوم الشيء الذي نبحث عن علمه.
الشيء الذي نبحث عن علمه كما سبق معنا المجهولات التصورية. لكن الأفضل ماذا؟ أن لا نستعمل المادة اللفظية في التعريف وهي نفسها المادة اللفظية في المعرف، العلم المعلوم ما تصلحش، فنستعمل لفظا آخر. وهذا تحتاجوه لما تكتبون البحوث، لما تكتبون البحوث مثلا وتعرفون شيء لازم ينتبه الطالب للألفاظ التي يستعملها في التعريف حتى لا ينتقد عليه. كذلك من شروط التعريف اللفظية ألا يشتمل على لفظ مشترك. لفظ مشترك، اللفظ المشترك هو اللفظ الذي له عدة معاني متساوية في الوضع، متساوية في الوضع. كاين صوت؟ متساوية في الوضع. من يعطيني مثال؟ العين، اللفظ المشترك المعروف في الأصول. العين تطلق على الباصرة وتطلق على الجرم وتطلق على النقد وتطلق على الجاسوس وتطلق على منبع العين. فلا ينبغي استعمال لفظ مشترك، لأن كي تقول لي مشترك لازم تحدد لي، وإحنا أصلا جبنا هذه الجملة لتعرف لنا شيئا مجهولا، ما نحتاجوش بقى نزيد وتا تشرح لنا هذيك الألفاظ إنما أقصد بالعين كذا. فينبغي الابتعاد عن المشترك اللفظي في التعاريف. كذلك من شروط اللفظ في التعريف أن لا يشتمل على كلمة غريبة. كلمة غريبة. وشو الأول؟ لا، الأجلى والغريب غير شيء، هذاك فيه وضوح، لكن نسبة الوضوح هذا اللفظ لا نعرفه أصلا. الغريب هو الكلمة التي لا أعرفها. فهمت؟ لا أعرفها. مثلا نقول لك كما قلت لك عرف لي الملائكة، قلت لي مثلا أنت هي مخلوقات. مثلا كي نقول لكم عرف لي الطائر الخرافي، تقول لي هو السمندل. تقول لي هو السمندل. وش السمندل؟ هذا أغرب عندي من الطائر الخرافي. لا يعني كلمة غريبة ليست مطروقة في الأسماع ولا يستعملها الناس. نقول لك عرف لي البيمو. البيمو قل هو بسكويت من جنس الخشكنان. الخشكنان ما هو الخشكنان، والخشن يطلقوا على البسكوت في العربي، لكن هذا غريب. هل تستعملون أنتم الخشكنان؟ يقول لك ولدك بابا شي لي خشكنان. فيشترط أن يكون اللفظ يعني ليس غريب، يعني لفظ مستعمل. الغريب عكس المستعمل إلى غير ذلك من الشروط. لكن هذه أهم ما ينبغي الانتباه إليه في التعاريف. إذن ثم نرجع إلى موضوعنا وهو القضايا. نرجع إلى القضايا. نعم، عيوب تعريفاته أن يكون اللفظ مثلا مشترك، استعملت في لفظ مشترك، استعملت لفظ مجازي، دور، تسلسل، استحالة. نعم، هذه عيوب زائدة. منيح، جيد. يعني كاين عيوب أخرى، منها أن يذكر في التعريف الحكم، منها أن تذكر الشروط، منها أن يذكر لفظ أو الترديد. هذه كلها الحقيقة كل ما لا يعنى في التعريف بالماهية أو بالأوصاف الخاصة، ما يسمى بالخاصة والعرض العام، يسمى عيبا. هذا من حيث المعنى. من حيث الألفاظ كاين اللفظ الاشتراك، المجاز، الدور، التسلسل، الغريب بغير الأوضح، أو ذكر الأحكام، ذكر الشروط. هذه كلها من العيوب في التعريفات. لكن العيوب فيما اتفق عليه المتأخرون. المتقدمون هو يبين لك الشيء سواء يذكر لك أحكامه أو لا يذكر لك أحكامه. هذا كما نقولوا محاكمة المتقدمين لما اتفق عليه المتأخرون. المتأخرون هذا ربما يعتبرونه عيبا، لكن المتقدمون كذا مش عيبا، قصد الإفادة. ومن الإفادة ذكر الأحكام. لكن كصنعة نقولوا الأفضل الفصل بين التعريف، بين الشروط، بين الأركان. فهمتوا؟ فلاحظوا مثلا تقرأوا الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ما يفصلش بين التعريف وبين الأركان والشروط، يجيب لك الوضوء كيف تبدأ من الأول إلى الأخير.
لكن بعد ذلك نلقاو لا، هناك من يذكر تعريف الشيء لغة واصطلاحا، الشروط، شروط الوجوب، شروط الصحة، شروط الوجوب والصحة، ثم الأركان، ثم واجبات الشيء، ثم سننه، ثم مندوباته، ثم مكروهاته، ثم مبطلاته. لا شك لكل ميزة، وهذه التقسيمات جيدة للطالب المتقدم. أما الطالب المبتدئ الأحسن له التلقين كالأطفال الصغار، يلقنون كيف يصلون، كيف يتوضؤون. فلكل مؤلف مقاصد، لكن لا بأس من استعمال هذه خاصة للطلبة المتقدمين، لأنها تميز له المسائل، يعني يعرف ما هو الشرط ما هو الركن حتى لا تختلط عليه الأحكام. نعم، زيد. هل هناك سؤال في التعريف؟ نعم. شيخ، فيما يخص هذا التقسيم الذي قسمنا به التصور، يعني الكلية الخمس والقول الشارع، هو تقسيم باعتبار ماذا؟ تصور؟ الكلية الخمس والقول الشارع. لا، هذا تقسيم باعتبار ما هو مقصد في علم المنطق وما هو مقدمة لهذا المقصد فقط. فمثلا الكليات الخمس ليست مقصودة في التصور، هذه مقدمة لأنها المادة التي سأكون منها التعريف. فهمت؟ فالمقصود في التصور هو قول الشارح، يعني التعاريف، الحد والرسم بأقسامها، هذا المقصود. نحاول نعرف كنا ها هو الحد، هو بصح لما كان الحد التام والناقص والرسم التام والناقص لا يمكن تمييزه إلا بمعرفة ما معنى الجنس، وما معنى الفصل، وما معنى النوع، وما معنى العرض. درنا مقدمة تعريفية وهي الكليات الخمس. ولما كانت الكليات الخمس هذه دلالة لفظية، داروا مقدمة قبلها وهي أقسام الدلالة. فهمت؟ هذه كلها مقدمات. لكن المقصود في المنطق التصور والتصديق. المقصود في التصور القول الشارح، تعريف، لأن التصور إدراك الشيء، وإدراك الشيء يكون بتعريفه. وكذلك يجي دوك القسم الثاني وهو التصديق. كاين مقدمات وهي القضايا وأقسامها، لأن القضايا وأقسامها هي المادة التي نكون منها البرهان، نكون منها الدليل، الحج. فكان الكلام على القضايا اللي نبدأ فيه الآن وتقسيماته هو مقدمة، لكنها مقدمة أساسية لأن بها نعرف كيف نكون الدليل وكيف نركب القياس. فهذا تقسيم من حيث ما هو مقصود أصلي وما هو مجرد تقديم وتمهيد.